مساء الخير عليكم، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وحال. مبسوطة جدا إن أكون معاكم النهاردة. وعارفة طبعا إن بقالي فترة مش متواجدة. يمكن يكون كسل مني، أنا عارفة. أو كمان يعني نقدر نقول مشغوليات. بس ادعولي إن شاء الله أفضل مستمرة بإذن الله معاكم وأنزل لكم حاجات تقدر تفيدكم. وللي ما يعرفنيش، أنا اسمي هند مراد وعندي خبرة أكتر من 15 سنة في الماركتينج اللي هو التراديشنال ماركتينج، يعني التسويق التقليدي، وفي الديجيتال ماركتينج اللي هو التسويق الإلكتروني. اشتغلت فيهم الحمد لله على مجالات مختلفة، وإن شاء الله أقدر أفيدكم وأد فاليو ليكم. خلونا بقى نبتدي النهاردة نتكلم في الموضوع بتاع ازاي ان انت تعمل بورتفوليو قوي باستخدام كانفا، وبعد ما تعمله بكانفا ازاي هتربطه باللينكد ان. بس قبل ما نبدأ كده، يعني أنا باحب أخش في الdetails شوية، وباحب أجيب الroots بتاعة كل حاجة. ولو أنت مش حابب يعني تعرف الroots أوي، ممكن تعدّي الجزء ده. بس أنا باحب أبقى أخلّيكم تلمّوا بكل حاجة يعني. بس يعني إيه الأول بورتفوليو كده؟ بورتفوليو بالمعنى المتداول أو الشائع في العالم العربي، يعني ملف أعمال أو ملف إنجاز الأعمال، وعندنا في مصر إحنا بنقول سابقة الأعمال يعني. لكن لو جينا للروتس بتاعتها، هي الروتس بتاعتها أصلها الكلمة إيطالي، لمقطعين، بورتاري. بورتاري دي يعني يحمل، وفوليو يعني ورقة. وبعد كده استخدمها الإنجليز ككلمة بورتفوليو، يعني هم عدلوها واستخدموها ككلمة بورتفوليو كإشارة للحقائب الجلدية أو المجلدات اللي كان بيشيلها الفنانين والمهندسين اللي كانت بتبقى فيها شغل. فده أصل الكلمة يعني. طيب ليه انت لازم تعمل بورتفوليو؟ يعني ساعات كتير كنت بعمل انترفيو لناس، وللاسف كنت برفض حتى ان انا ادخل معاهم انترفيو لما اجي اقول لحد مثلا ابعت لي البورتفوليو بتاعك او سابقه الاعمال بتاعتك، والاقيه باعت لي سكرين شوت مش بروفيشنال، ما فيهاش ريزولتس، مش بتعبر عن اي حاجه. فببتدي اللي انا اقول لا، ده هيستبعد، لان ليه؟ مش عارض شكله بشكل احترافي. فالبورتفوليو من مميزاته إنه بيخلّي ظهورك أقوى، بيخلّي فرصك أحسن في اللي أنت تاخد الشغل، بيخلّي لك كده بيبقى حاجة personalized، يعني حاجة بتبيّن شخصيتك للحد الrecruiter أو لحد الHR أو لحد الmanager اللي هيعمل لك interview. طيب وليه البورتفوليو مهم؟ زي ما قلت لك إن بيخلي نسب ظهورك بتكون بشكل بروفيشنال أو بتكون بشكل أحسن وبشكل أفضل. لكن في statistics كده بتقول لك إن 60% من الكلاينتس بيتعاملوا معاك بناء على البورتفوليو بتاعك أو سابقة الأعمال بتاعتك، إن احتمالية حصولك على الوظيفة مع بورتفوليو محتمل بتبقى أكتر 3 مرات. إن 85% كمان من الريكروترز بيبصوا على البورتفوليو قبل المقابلة، وده لو أنت جربت تعمل انترفيو ان شاء الله يجي لك انترفيوز قريب، وهتبقى عارف ان هو قبل حتى ما بيتكلم معاك او بيجي يعمل سكريننج او فلتر، لو انت بعت له سي في بس من غير بورتفوليو، لو هو عجبه السي في بس بيتواصل معاك عشان يعرف عنك اكتر، فبيقول لك اول حاجه ممكن تبعت لي البورتفوليو. فعلشان كده البورتفوليو ده حاجه مهمه جدا جدا ليك للحصول على شغل باذن الله. طب إيه هي الخطوات الفعلية اللي أنت لازم تعملها علشان يكون عندك بورتفوليو بيبقى واضح وبيفرق أو بيميزك، بيعمل differentiation ليك عن أي حد تاني؟ فأنت علشان تعمل بورتفوليو لازم أول حاجة بتحدد تخصصك. تاني حاجة أنت بتجمع الأعمال اللي أنت اشتغلت عليها، التاسك اللي أنت اشتغلت عليها، بروجكتس اللي اشتغلت عليها. لو أنت حتى لسه ما اتخرجتش، في أكيد أنت عملت حاجات فولنتيرنج او حاجات تطوعيه. مثلا احنا عندنا في اسكندريه هنا مكتبه اسكندريه فيها متطوعين كتير وبيطلبوا منهم حاجات، فدي ممكن كمان تدرجها ضمن البورتفوليو بتاعك. بعد كده هتبتدي تصمم على الكانفا، وبعد كده هتبتدي تلينك البروفايل او البورتفوليو بتاعك من الكانفا، تخليه على اللينكد ان. وبعد كده طبعا هتبتدي تقدم، وهتبتدي كمان تعمل ابديت للبورتفوليو. كل ما هتشتغل في شغل هتحط احسن حاجات انت عملتها في البورتفوليو بتاعك، علشان يبقى البورتفوليو اب تو ديت او يبقى محدث، ما يبقاش قديم. حتى وانت بتقدم على شغل يبقى ايه، على طول انت بتحط فيه الشغل بتاعك. وقبل ما تبتدي تعمل بورتفوليو مهم جدا ان انت تعرف التخصص بتاعك ايه.
طبعا احنا في التسويق، بما اننا بنعمل بورتفوليو له علاقه بالتسويق، اداره التسويق بيندرج تحتها تخصصات كثيره جدا. طبعا انا هعمل لكم حلقه كامله نتكلم على كل تخصص فيهم وازاي تبتدي فيه. ولكن انت المفروض تبقى عارف، لو انت خلاص هتبتدي تعمل بورتفوليو انت متخصص في ايه. فانت ممكن تكون حد السوشيال ميديا سبيشالست، ممكن تكون حد بتكتب كونتنت وبتعمل كوبي رايتنج، شغال في الميديا باينج او performance ماركتنج، او شغال في البراند والديزاين، اللي انت بتعمل مثلا جرافيك ديزاينر، يعني الشغلانه بتاعتك تبقى جرافيك ديزاينر او فيديو اديتور. فكل دي بتندرج تحت اداره التسويق. فانت لازم تبقى عارف في الاول انت التخصص بتاعك ايه. هل انت حد مثلا بيحب السوشيال ميديا، بيحب متابعه الترندز الموجوده على السوشيال ميديا، بتعرف تجيب افكار للسوشيال ميديا، فانت هتبقى سوشيال ميديا سبيشالست. هل انت حد بتكتب، بتحب الكتابه، كاتب محتوى، فانت كونتنت كرييتور. هل حد انت بتحب تحلل ارقام، بتحب البيانات، بتحب تستخدم دماغك كتير وتحب الاحصائيات، وتحب تعمل تعرض ارقام وتخش في الموضوع ده، فانت هتبقى في البرفورمانس ماركتنج. فعلى حسب انت بتحب تعمل ايه، انت بتبتدي تحدد التخصص بتاعك قبل ما تعمل البورتفوليو. ولو انت شغال فاكيد انت عندك سابقه اعمال، او عندك بروجكتس وتاسك انت اوريدي اشتغلت عليها وليها الريزولتس بتاعتها، فخلاص دي هتبقى بتدرجها في البورتفوليو بتاعك. طب لو انا مش شغال، لو انت مثلا حد لسه متخرج، اكيد وانت في الجامعه كان في بروجكت للتخرج، اكيد اخدت كورس او اخدت حاجه كان ليها بروجكتس، دي كلها تدرجها. وزي ما انا قلت قبل كده ان في ناس كمان بتعمل فولنتيرنج ورك، اللي هو اللي انت عمل تطوعي، فدي كمان ممكن تدرجها بالريزولتس اللي انتوا حصلتوا عليها. فمثلا لو انت كنت بتاخد كورس او بتاخد دورة تدريبية، فاكيد برضو كان ليك تاسك اساينمنت، دي برضو بتبتدي تدرجها. وكمان على فكرة ممكن تعمل اصلا صفحة على الفيسبوك، تعمل بيرسونال براندنج ليك انت، تسويق شخصي ليك انت، وتبتدي تشغل ايدك على ان انت تبتدي تعمل ديزاينز على الكنفه، وان شاء الله نبقى نعملها مع بعض، تصميمات للسوشيال ميديا. وتبتدي حتى لو ما فيش شركة قائمة، بس حاجات انت اشتغلتها بايدك، منها بتدرب نفسك ومنها برضو بتقدر تحطها في البورتفوليو بتاعك. طيب ليه كانفا؟ ليه مش اي سوفت وير تاني؟ انا حبيت اللي انتوا تشتغلوا عليه. مبدئيا الكانفا سوفت وير سهل جدا في التعامل معاه، في كم تمبلتس او قوالب جاهزه يعني مهول جدا، تقدر تستخدمها وتقدر تعمل لها كاستمايزيشن او تخصصها على حسب البريفرنسز او على حسب تفضيلاتك انت ايه. فدي حاجه ميزه مهمه جدا. على فكره ممكن تعمل على الباوربوينت او على الشيتس مثلا بتاعه الجوجل، بس مش هتطلع فيها كاستمايزيشن وفيها حركات وفيها افكار زي الحاجات الموجوده على كانفا. فالكانفا دي حاجه سهله جدا وسريعه في الاستخدام، وبتدي ريزولت مبهره في الاخر وانتر اكتف. وممكن كمان تاخد البورتفوليو اللي انت عملته كملف بي دي اف، كان انت ممكن تعمله لينك، كان انت ممكن تعمله تشير مع حد. فالفرايتيز فيها كتيرة وحلوة جدا، تخليك على طول لازم تحب تعمل عليه البورتفوليو بتاعك وتشتغل عليه. ونبتدي بقى على طول إن إحنا هنفتح أكاونت على كانفا وهنشتغل على طول على تصميم بورتفوليو خاص بينا. طبعا أنت علشان تكون عندك أكاونت على كانفا لازم يكون عندك جيميل، ودي طبعا الناس كلها بتستخدمه. ولو مش عندك فأنت تعمل أكاونت على الجيميل، وتبتدي تدخل على الجوجل وتكتب كلمة كانفا زي كده. أنا دخلت أهو على الجوجل وهبتدي أكتب canva.com، ونبتدي بقى نشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين الانترفيس او الواجهه بتاعه السوفت وير هي سهله جدا. عندك على الجنب الشمال هتلاقي مثلا كرييت، لو انت عايز تعمل برزنتيشن، عايز تعمل سوشيال ميديا ديزاين، عايز تعمل يوتيوب بانر، عايز تصمم اي حاجه، فده هيكون معاك اللي انت بتكليك على كرييت، بيطلع معاك كل الفرايتيز اللي ممكن تحتاجها اللي انت هتبتدي فيها. بس خلينا في الجزء بتاع البورتفوليو. احنا هنيجي على السيرش، هنيجي على التمبلت دي، الكلمه اللي هي موجوده على الشمال، هنيجي في تمبلتس ونقف عليها لو هي مش طالعه لك دايركتلي يعني، وهتيجي تكتب كلمه بورتفوليو وتعمل انتر.
أهو هتلاقي قوالب جاهزة أو templates كلها أو معظمها free، وتقدر تعمل لها customization وبألوان كلها الحاجات أنت ممكن تعدلها، بصور أنت ممكن تضيفها. فتعالوا مثلا نختار حاجة بسيطة كده وسامبل وينفع إن احنا نعدل فيها الألوان ونشوف الدنيا فيها. أنا شايفة إن التمبلت ده كويس. تعالوا لو جينا وقفنا عليه نعمل customize this template ونيجي دايسين عليه، هيفتح في ويندو لوحده ونبتدي بقى نشتغل عليه. ممكن نشيل كلمة creative دي لأن دي يعني ملهاش علاقة بإن أنت بتقدم بورتفوليو، مش لازم تكتب creative. يعني أهم حاجة إن اسمك يكون واضح. ونيجي الاسم هنا مثلا هنعمل هند مراد، ونغير اللون الكريم ده، ونغير الفونت برضو نخليه بروفيشنال شوية. فمثلا لو احنا وقفنا فوق ناحية أقصى الشمال في التيب ديت اللي هي فيها البوزيشن وفيها علامة الرول دي، لو جينا وقفنا هنا ده هيبقى الفونت. هتدوس عليه تختار بقى حاجة تكون بولد موضحة اسمك وتكون شكلها بروفيشنال. وزي ما احنا شايفين برضو ان معظم الفونتس المتاحة هي كلها معظمها فري، فمش محتاج ان انت تعمل اكاونت بروف اي حاجة. فلا نختار بقى فونت وليكن ده مثلا، ده كويس. وهنبتدي نظبط بقى ندراج، نظبط ان هو تبقى ممكن نختار حاجة تانية لان حاسين ان ده كنس شوية. فلو اخترنا ده مثلا الليج سبارتان ده اهو، ده معقول جدا. ونيجي نغير اللون مثلا بدل اللون الكريم نخليه لون جراي غامق. اوكي، فاهو بقى شكله في كويس. برضو كرييتيف بورتفوليو دي ممكن اكتب اسمي تاني او اكتب اسم الشركة اللي انا شغالة فيها مثلا، ولتكن مثلا شركة بيوتي كير مثلا whatsoever يعني. وهنا برضو ممكن احط ويب سايت بتاع الشركة نفسها، بس احنا محتاجين نغير اللون برضو نخليه اللون الجري الغامق. وهنا لو انت عايز تطبق نفس ال الاكشن اللي انت خدته في حتة الالوان او اللي انت تغير الفونت او حاجة، فبتيجي تعمل بيديك خيارات في حتة التشينج اول، يا اما current بيج على البيج الحالية يعني، او all pages على كل الصفحات. فانا هختار لكل الصفحات وفعلا هتلاقي اتغير اللون الاحمر اللي هو موجود فيها للون الجراي. ولو جينا مثلا ديت برضو عايزين نغير اللون بتاعها، هنيجي عاملين كده ومختارين برضو اللون الجراي ونعمل all pages، هتلاقيها كلها اتغيرت. بس لو الجراي هنا مثلا انت عايز تغيره اللون تاني يكون كاتشي، برضو بتقف على الشكل اللي هو البيضاوي ده. خلينا بس نقف عليه. ومثلا لو اخترنا اللون الجنزيري مثلا، سوري انا مش واقفة على ده، النضارة مش ملبوسة. ايوه فخلينا بس نقف على الشكل البيضاوي. فهو وقفنا عليه. هنيجي نختار برضو الكالر بتاعه. نختار لون ممكن نعمله مثلا جنزاري، ونيجي نعمل برضو ابلاي اول او اول بيجز. فهتلاقي كل البيجز لو عملنا سكرول كده، لو عملنا كده سكرول هتلاقي ايه البيجز كلها بقى لونها بدل اللون الاحمر ده بقى لونه جنزاني. ولو عملنا بريفيو للبيج كده ككفر هتلاقيها هي كده شكلها معقول جدا. طبعا لو انت عملت لها كاستمايزيشن بدل الويب سايت اللي على الشمال ده، جيت حطيت مثلا الايميل بتاعك وثبته، او جيت حطيت ويب سايت بتاع الشركة اللي انت شغال فيه واتس ايفر، انت عايز تحط حاجة بس ما تحطش حاجة تعمل ديستراكشن او تعمل تشتيت، لان اي حد ما يبقاش مركز في البورتفوليو او في الكفر وفي المين اوبجكتيف اللي انت عايزه منه. نيجي بقى للسكشن التاني، وده حاجة مهمة جدا اللي انت تضيفها، اللي هي السكشن بتاع about me او عني يعني. نبذة مختصرة مثلا عني، احنا بنسميها بايو يعني. فأنا مثلا بتكلم على أنا مين، اتخرجت من كلية إيه مثلا، الإكسبيرينس بتاعتي في الشغل، إيه السوفت وير اللي أنا بستخدمها، إيه الحاجات اللي أنا بعرف أعملها. أنا مثلا شخص منظم، أنا بعرف أشتغل تحت ضغط واتس ايفر. أنا عايزة أقول إيه، بس لازم تبقى فيها credibility، لأن دي حاجة لو أنت حطيت حاجة فيك أو حاجة مش صح فدي بتبقى حاجة مش كويسة. وخلي بالك إن أي ريكروتر من كتر ما هو بيعمل فلتر وسكرين بيبقى عارف مين اللي بيقول
حاجات فيها مبالغة وحاجات مش صح، وحاجات كتير ممكن تلفت نظره إن هو مش معقول حد عنده كل المهارات دي في نفس الوقت. فخلّيك قُل الحاجات اللي أنت فعلًا بتعرف تعملها، ما تروحش لحاجة fake أو اللي أنت عشان تاخد وظيفة تضحك، لإن بعد كده أنت هتتحط في مواقف اللي أنت لازم تستخدم الحاجات اللي أنت كاتبها. فمن الأفضل إن أنت تبقى عندك مصداقية من الأول. وإحنا عشان نعمل الsection بتاع about me ده، أنا بافضّل إن أنت تستخدم ChatGPT، خاصةً لو أنت في الأول وما عندكش experience كتير. فمن الأحسن إن أنت تستخدم ChatGPT عشان يطلع الحاجة professional. فأنا هاعلّمك إزاي حتى بprompt بسيط كده أنا عاملاه، اللي أنت تقدر تاخد الsection about me ده بالChatGPT. سريعًا، وعشان وقت الفيديو أنا اختصرت وكتبت prompt. فأنا قُلت له مثلًا اللي هو I need to make a professional about me section for designing Canva portfolio. تمام، يعني بمنتهى البساطة أنا قُلت له أنا عايزة أعمل بورتفوليو احترافي على الكانفا، فمحتاجة السكشن بتاع about me أو نبذة عني أنت تكتبه لي. أنا اسمي هند مراد، اتخرجت مثلا من كلية فنون جميلة و fine arts and I have 1 year of experience working as a digital marketing specialist. وأنا عندي سنة خبرة اشتغلت فيها كديجيتال ماركتنج سبيشالست أو متخصص تسويق إلكتروني. وأنا بعرف سوفت وير مثلا زي زوهو، زي جوجل اناليتكس، زي سيمرش، وات سو ايفر السوفت وير. انت ممكن مثلا تكون متخرج من كليه تجاره، انت مش تاخد البرومبت كوبي بيست، يعني ده تعمل له كاستمايزيشن او تخصصه على حسب طبيعه شغلانتك. يعني انت مثلا لو انت جرافيك ديزاينر فانت هتقول جرافيك ديزاينر واتس ايفر، بس انا بقول لك الكونسبت اللي انت ازاي تعمل برومبت والاوت كم بتاعه هيبقى ازاي. يعني انت حطيت دلوقتي الانبوت الداتا، فانت بتغذيه بداتا، فهو المفروض بيطلع لك بقى ايه حاجه مختصره عنك علشان تقدر تحطها في السكشن بتاع about me. وانا قلت له ان انا ايه السوفت وير اللي بستخدمها، وانا حد مثلا بهتم بالتفاصيل وبحب الاي اي سوفت وير، وسميت السوفت وير. فانت تكتب كل الحاجات اللي انت بتعرف تعملها، وزي ما فهمتك اللي هي تبقى بمصداقيه جدا. فنيجي نعمل كليك كده ونشوف النتيجه. فطبعا انت المفروض تراجع بقى الكلام ده، انا شايفه ان هو ده مناسب جدا بالنسبه لي، فانا هاخد كوبي بيست. فزي ما شفنا انا عملت هنا كوبي وبيست. طبعا الكلام هنا بيدراج، وبتقدر تدراجه، وتقدر ان انت تكبر تصغر الفونت، تجيبه يمين تجيبه شمال زي ما انت عايز، وزي البريفرنس بتاعتك. دي حاجة بترجع لك، بس اهم حاجة التنسيق يبقى بروفيشنال ويبقى متلائم ان انت بتقدم لشغل، مش تعمل حاجات فيها بهرجة واكتر من لون والكلام ده كله. طيب انا ونيجي بقى للجزء اللي فوق ده، نحط اسمنا، بلاش بقى هاي، يعني ممكن نعملها على طول I am مثلا هند مراد. ونغير الفونت برضو نخليه بروفيشنال شوية. طبعا انا قلت لك حسب البريفرنس بتاعك، بس يا ريت يكون حاجة يبقى واضحة. انا شايفة ان ده بالنسبة لي مناسب. ممكن اصغره تاني، وهنا I am دي تبقى كابيتال. اوكي، ممكن نصغره تاني بحيث ان هو يبقى متناسق مع باقي البيج. واللون الكريم ده برضو ممكن نغيره للون الجراي، بس هيبقى افتح بقى، نحط واحد فاتح اهو. لو جينا عملنا بريفيو بقت اهي بيرفكت وحلوة جدا متناسقة. من تحت بقى ممكن نظبط زي ما يبقى الالاينمنت بتاعتها شكلها مناسب. تمام. تمام، احنا بقى عايزين نغير الصورة هنا. هنيجي في حاجة اسمها هنا uploads. لو انا عايزة احط صورتي مثلا، فهاجي هنا في الابلودز اللي هي على الشمال دي. انا كنت حاطة صور قبل كده، فممكن انا بس عشان اقول لك انت بتدراج وتدروب وتحط على طول الصورة، هتلاقيها بتتغير. ممكن لو انت حتى عملت عليها وان كليك وهتحطها هتتحط تاني، برضو ما فيهاش اي مشكلة. فالموضوع سهل جدا جدا اللي انت تغير الصورة بتاعتك. من الحاجات التانية اللي احنا نحطها، طبعا نحط الدراسة بتاعتنا، الاديوكيشن بقى، سواء انت متخرج من جامعة ايه او اللي انت حتى لسه بتدرس ومعاك كورسز او اي حاجة. فبرضو هنا هتلاقي في مكان اللي انت تحط الصورة. فانا مثلا لو عندي شهادة كده وانا عايزة احطها، وطبعا انت زي ما انا فهمتك اللي انت بتدراج وتدروب
تقدر ان انت تجيب صورة الشهادة كاملة وتعمل التنسيق اللي بيتناسب مع الدوكيومنتس او الشهادة اللي موجودة عندك. فالموضوع بسيط جدا. تغير برضو التكست من هنا زي ما وضحت لكم، اللي احنا ممكن بندوس عليها لو عندنا حاجة نكتبها بنكتبها هنا، وعايزين نغير الفونت برضو بتبقى بمنتهى السهولة اللي في الدنيا. بعد كده كمان من الحاجات المهمة اللي انت تحطها زي ما انا وضحت في الاول، اللي هي سابقة الاعمال او البروجكت او التاسك بقى اللي انت اشتغلت عليها. الاعمال كلها اللي انت اشتغلت عليها ممكن تجمعها في صورة كولاج زي كده، وبرده بالتدراج وتدروب اهي. مثلا لو انا عندي الديزاين ده وعايزة احطه مكان ده، سهلة جدا اللي انت بتغير الصورة، عايز تغير مقاسها، تكبر، تصغر، الدنيا سهلة معاك جدا. ف... فدي حاجة سهلة. وطبعا من الافضل اللي انت بتتكلم على كل بروجكت individual او لوحده، وتحكي بقى انت ايه الانجاز اللي انت عملته فيه وايه النتيجة اللي انت حققتها فيه. ده طبعا بيبقى بشكل افضل، بيخلي الناس حتى تعرف انت طريقة تفكيرك في الشغل ازاي. وهو زي كده لو انت عايز مثلا تخلي البروجكت ده مثلا تقسم بقى، تحط كل البروجكتس في الاول زي ما انا وريتك، وبعد كده تقسم كل بروجكت ايه اللي انت عملته فيه، ده كان في ايه، ده بيتكلم عن ايه، ده النتيجة بتاعته كانت ايه. وبرده سهل جدا ان انت تغير في الصورة. يعني احنا هو لو عايزين نغير دي نحط ديت، لو عايزين نحط مثلا الديزاين ده بيتحط، ونظبط بقى زي ما قلت لكم بالدراج والدروب. تقدر ان انت تجيب الديزاين كله، وتقدر ان انت تعمل له سنتر، تجيبه ناحية الليفت، تجيبه ناحية الرايت، زي ما انت عايز. بتقدر تتحكم فيه بمنتهى السهولة، وتقدر تغير الالوان بتاعته زي ما انت عايز. بس طبعا لو انت استخدمت لون او لونين، يفضل ان كل البرزنتيشن تبقى على نفس السياق يعني. واخر حاجه بتكون البيج اللي هي فيها السي تي اي او الكول تو اكشن. يعني انت عايز مثلا تقول للي بيشوف البورتفوليو بتاعك let's work together, let's contact, let's what, get in touch whatsoever. انت عايز الاكشن يكون ايه. بس طبعا حلو قوي اللي هي let's work together. فبنعمل اخر صفحه دي اللي بيبقى فيها الكول تو اكشن، وبرده بتحط بقى فيها هنا مثلا تحط التليفون بتاعك. ومن المستحب يعني ان انت تحط التليفون يكون عليه رقم واتساب، وتحط كمان علامة الواتساب عشان يفهم ان ده تقدر يتواصل عليك من الواتساب. لان في ناس بيبقى ان هي مثلا احسن لها اللي هي تتكلم في التليفون، في ناس بتعمل سكريننج بتتكلم بالزوم، في ناس بتعمل سكريننج فبالايميل لازم تبقى حاطط الايميل بتاعك، في ناس بتتكلم على الواتساب بتحب تبعت الاوفر او تبعت الانترفيو او تبعت اللي هي حتى تعمل سكرين تسالك على شويه حاجات قبل ما تبتدي ان هي تدخل معاك انترفيو، بتبعت لك على الواتساب. فانت لازم تحط كل الاوبشنز المتاحه، تحط ايميل، تحط رقم واتساب، تحط رقم تليفونك، اي وسائل اتصال عندك تسيبها على قد ما تقدر. وطبعا في الايميل مفضل ان هو يكون ايميل بروفيشنال، ما يكونش فيه بقى اسامي يعني توتي وتوتا والكلام ده طبعا غير محبذ خالص اللي انت تستخدمه وانت بتتواصل فيه مع اي شركه. مبسوطة جدا اني كنت معاكم النهاردة. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة وتقدروا تعملوا بورتفوليو قوي. تابعوني في الجزء الثاني من الحلقة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من القناة، وتعملوا سبسكرايب. وكمان انا عاملة بودكاست اسمه خطوة واثر، استنوني في حلقات منه كتير، وان شاء الله اشوفكم على خير في الحلقة الجاية.